السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول. هنعمل ان شاء الله النهاردة مكرونة، طاجن مكرونة. معانا هنا مكرونة وفراخ وسمنة وفلفل الوان وبصل. هنعمل طاجن مكرونة بالفراخ ان شاء الله يعجبكم. حطينا طاسة على النار، ننزل بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. نستنى بقى لما السمنة تسيح شوية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. بالشكل ده. أكلة سهلة وسريعة، متاخدش مننا وقت خالص في المطبخ، وكلها حاجات سهلة يعني. ننزل بقى بالبصل، بحبة بصل صغيرين كده، مش هكتر بصل، زي ما انتوا شايفين كده، حاجة قليلة خالص. نشوح بقى البصل ده، نديله تشويحة كده بسيطة. نشوحه حبة صغيرين وننزل عليهم بالفلفل. انا مقطعه بصل صغير ومش حاطه كميه كبيره، حاجه بس بسيطه كده تدي طعم للفراخ. آه وهنحط توم برضو بس مش دلوقتي. ننزل بحبه ملح وننزل بحبه فلفل اسود. الملح لازم عشان يخلي البصل يدبل معانا كده. كده تمام. هننزل بقى بالفلفل. معلش يا جماعه، ننزل بالفراخ. طبعا الفراخ كالعادة احنا مش بنقلب الفراخ، اي فراخ بنشوحها ما ينفعش ان احنا نقلبها، علشان لو قلبناها هتنزل المية بتاعتها، وانا مش عايزاها تنزل المية بتاعتها. انا عايزاها تحتفظ بالسوائل جواها، علشان الفراخ تبقى طعمها طري، تبقى طرية كده ومتبقاش ناشفة، وطعمها يبقى حلو. انا هسيب الفراخ تتشمع بس كده وهنقلبها، يعني هنصبر كده عليها دقيقتين تلاتة ونقلبها. وطبعا لازم هنا النار تكون عالية، مش عالية اوي تتحرق، لا، بس النار تكون كويسة تحتها، يعني اعلى من الوسط بشوية. زي ما انتوا شايفين كده شكلها بقى ابيض بس، وقلبتها. هنشوحها بقى حبة. ده تشويحة كده. هننزل عليها بحبة فلفل اسود. نشوحها حبة حلوين. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يشترك في القناة ويحط لايك ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. نزلنا بقى بالفلفل.
زحنا كده الفراخ على جنب كده، ونشوح الفلفل حبة بس كده، وهنرجع ندخلهم كلهم مع بعض ونقلبهم كلهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده شوحناهم مع بعضهم اهو. هنحوش بقى الطاسة نحطها على عين تانية، وهنشغل برضو عليها النار، هوطي عليها النار شوية. هنزل بقى بحلة تانية، الحلة التانية دي ننزل فيها بحبة زيت، ننزل بحبة زيت بالشكل ده، وهنرجع نحط عليها حبة سمنة. نزلت بالسمنة، نستنى بقى لما السمنة تسيح حبة وتسخن، وهننزل عليها بباقي كمية البصل اللي احنا كنا شايلينها على جنب. انا كده حاطه الفراخ على عين تانية ومطيه عليها تكمل سوا. انا لسه هنزل برضو على الفراخ دي بالبهارات وكده، لسه ما حطيتهاش. كده السمنه ساحت، انزل عليها بقى بالبصل. نزلت بالبصل، نديله تقليبه بقى كده. اتمنى ان اكون فيديوهاتي بتعجبكم يا جماعه، يا ريت تتابعوني، تشتركوا في القناه وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس. انا مش بسلق المكرونه، يعني انا طاجن المكرونه برضو مش بسلق المكرونه فيه، ولا البشاميل اللي بسلق المكرونه. يعني لما بكون مزنوقه، يعني لما بكون ما عنديش وقت ان انا اقعد اسلق واعمل وكده، فببقى مضطريه، فعادي بحطها نيه زي ما هي، وبتبقى طيبه جدا وطعمها حلو. يعني مبتبقاش ناشفه ولا حاجه، ولا حد يبقى خايفه مثلا ان هي مش هتطيب او كده، لا بتطيب وبتبقى كويسه جدا. هنا الفراخ اهي قدامكم على عين تانية، نديها تقليبه كده، وهننزل عليها بالبهارات. انا لسه محطتش بهارات للفراخ، نسيبها تطيب شويه. فصين توم، حبة توم صغيرين، نشوح بقى البصل بالشكل ده لحد بس ما ياخد لون كده. انا عايزاه يبقى بصوا يعني مش اللي هو اللي بني ولا هو اللي اصفر، اشوحه حلو كده، وهنزل عليه بالطماطم. ندي تقليبه للفراخ، نبقى مخليين بالنا من الحاجه اللي في ايدي معانا هنا وهنا، تبقى ايدينا هنا وهنا عشان الحاجه ما تتحرقش مننا. دي بهارات فراخ، ننزل كده ببهارات فراخ على الفراخ، ونحط السبع بهارات يا جماعه، وننزل بربع معلقه برضو كمون. ده تشويحة كده.
بنتي كانت بتحاول انها تساعدني، بس طبعا انا حشتها تتلسع. كده البصلة بقت تمام. ننزل بقى عليها بالطماطم. شايفين انا ما خليتهاش شكلها يعني ما اتحرقتش ولا اتحمرت قوي، اصفرت كده شوية زي ما انتوا شايفينها كده. ونزلت عليها بطماطم عصير، كيلو طماطم ضربته في الخلاط ناعم ونزلت بيه على البصل. ادينا لها تقليبة كده، وهنديها حبة بابريكا ونغطي عليها. ندي تقليبة للفراخ. الفراخ كده تمام خلاص، كانت خلاص قربت ان هي تستوي، دقيقة كده وهقفل عليها. صلوا على النبي يا جماعة، عليه افضل الصلاة والسلام. حبة بابريكا على الفراخ، وهنزل بحبة برضو صغيرة على التسبيكة بالشكل ده. نديهم بقى تقليبة. انا كنت بشوف الفراخ هنا استوت ولا لأ، بس استوت وبقت تمام قوي. احنا كده قفلنا على الفراخ. هنغطي بقى على الصلصة نسيبها تتسبك وتبقى تمام، ونرجع لكم. هنا خلاص كده بقت تمام. نحط لها بقى فلفل اسود، وننزل عليها بباقي البهارات. هنحط بقى 7 بهارات، وننزل بالكمون، وكده تمام. نشوف بقى الملح، نظبط الملح يا جماعة. و... وطبعا نشوف الملح كويس. خلاص مش كويس هنزود. ولازم نحط مكعب مرق. مكعب المرق طبعا هيفرق معانا شوية، هيخلي طعم الصلصة حلو. وانا كنت حطيت برضو معلقة خل، نسيت اصورها. لازم نحط برضو معلقة خل. نزلت بحبة ملح. هنزل بقى بمكعب مرق ونشوف الملح ايه الدنيا بقى تمام ولا محتاجين نزود. بالشكل ده. ندوق بقى ونشوف الملح تمام ولا محتاجين احنا نزود ملح تاني، علشان انا مش سلقه المكرونه. وطبعا الفراخ انا ظابطه الملح بتاعها، مش مخليها حادقه. لازم نظبط الدنيا علشان ما تبقاش ايه حادقه. كده بقت تمام. حطينا بقى معلقه صغيره خالص زيت في الطاجن، طبعا هنغلف الطاجن كله بزيت من جوه كده بالفرشه زي ما انتوا شايفين كده. بصراحه الطواجن دي بتبقى كويسه، هي الطاجن يعني صغير لفرد واحد، اللي ياخد حاجه يخلصها. وهي كفايه قوي حاجه زي كده بتبقى حلوه. و... واللي ياخد حاجه يقدر يخلصها، لان كده كده اللي بيتبقى مننا وكده بنرميه، فحرام يعني. هنحط بقى حبة صلصة، وننزل عليهم بفراخ من اللي احنا شوحناها وعملناها بالشكل ده. كده تمام. ننزل بقى عليهم بالمكرونة. نحط بقى مكرونة.
انا بحطها نية اهي قدامكم. اهي نية، ننزل بالمكرونة في الطاجن كده كده تمام. كده كفاية. ننزل بقى عليها بالصلصة. نحط بقى الصلصة. الاسباتيولا مش تنفع معانا، نجيب كبشة احسن. نحط بقى كده الصلصة، ننزل بالصلصة كده بالشكل ده. نحط كمية كويسة. كده تمام. نحط لها كبشة كمان وكده حلو قوي. انا كنت مولعة الفرن من قبل ما اخلص، يعني مولعاه كده ليجي حوالي 10 دقايق. طبعا الفرن سخن. نحط بقى الطاجن في الفرن وايه، ونشوفه بعد ما يطيب ان شاء الله. هنا يا جماعة شايفين الطاجن شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شكله حلو قوي وريحته تحفة. ريحته قلب البيت كله. نقلبه بقى في الطبق ونشوفه مع بعض. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعة؟ مكرونة مستوية والطاجن نازل ما شاء الله. شكله حلو قوي وريحته تحفة. اتمنى انكم تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. ويا ريت تقولوا رأيكم. يا ريت تتابعوني وتشتركوا في القناة. استنوني ان شاء الله في حلقة جديدة. اتمنى ان هو يعجبكم.